هلو على احلى متابعين السوشيال ميديا اكاونتس دكتوره ساره المهدي. النهارده فيديو مميز هتكلم فيه عن فيو هير كير تيبس، شويه نصايح للشعر. عشان في بنات كتير كانوا بيسالوني على الصفحه ولاحظت ان في ناس كتير مش عارفه الادفايسز دي او النصايح دي، فانا النهارده كده لما لكم شويه اهم نصايح. اول حاجه يا ست الكل، انت ما ينفعش تسرحي شعرك وهو مبلول بسرعه. ليه؟ عشان انت عارفه ان الشاور او دروبلتس اوف ووتر اللي هي الميه لما بتبقى موجوده على الشعرايه بتقل من وزن الشعرايه، فطبيعي ان انت لما تيجي تشديها بالمشط تقع، فانت كده بتساعدي في تساقط الشعر. 2، نسرح شعرنا بمشط خشب عشان نعادل الشحنات الكهربائيه اللي موجوده في الشعرايه او اللي موجوده على الشعر، ده بيساعد طبعا من علاج الهيشان. 3، ومهمه جدا ان انتوا لازم تعملوا مره او مرتين، ده لو انت شعرك طبيعي ما فيهوش اي مشاكل، انا لازم اعمل مينتنس، لازم احافظ على النتيجه اللي عندي، فمره مرتين حمامات زيت او حمامات شيا باتر او حمامات كريم في الاسبوع. طيب رقم 4 ومهم جدا، طريقه التسريح. لازم تقسمي شعرك يعني اكوردنج لكثافه شعرك، تقسميه جزئين، تقسميه 4 اجزاء، المهم لازم تقسموا شعركم وتسرحوا من تحت لفوق، من تحت لفوق. ولو في اماكن فيه ملبكه او مكلكعه او لفه حوالين بعضها، حاولي تفكيها بايدك بالراحه، ما تقطعيهاش بالمشط. رقم 5، البنات المحجبات دونت تاي البندانه قوي، ما تشدوش شعركم لورا قوي وتقعدوا تلفوا الاشرب وطاي على طاي وبندانه على بندانه، عشان ده بيساعد من ظهور فراغات الشعر. المامز بليز 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 بلاش التوك الاستك الشديده، بلاش تشد شعر بنتك لورا واستك استك 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 عشان خاطر تلم لها الهيشان، عالجي لها هيشان شعرها، استخدمي منتجات تعالج الهيشان الشعر بدل ما انت تشدي في شعر البنوته، وبكده انت بتساعدي على ان يظهر لها فراغات، وبعد كده بتعاني لما تكبر من الصلع الوراثي وفراغات الشعر. المامز التوك اللي تستخدميها قطن، بلاش البوليستر والكلام ده، لان ده بيعمل مشاكل في الشحنات الكهربائيه فبيساعد في الهيشان. طيب البنات اللي مش محجبات، بلاش ان انتوا تعملوا على طول شعركم في الجو سايبينه ليس كده وفردينه، اعملوا شويه هير تايز كده اللي هي الكحكه، تعملوا ضفيره. يعني حاولوا ان انتوا ما تشدوش دايما شعركم، ما تسيبوش شعركم دايما للتلوث واليو في اي واليو في بي. حطوا سيرمز قبل ما تنزلوا، عشان الهير سيرمز بتحافظ على الشعر من درجات الحراره اللي هي يو في اي ويو في بي. ولو بتعملي سشوار وبيبيليس، استعملي السيرمز اللي انا بتكلم عنها للهير كير، مش هقولها عشان ما تقوليش ان ده اعلانات. قبل ما تعملي سشوار وبيبيليس، عشان انت كده بتعملي كفر للشعرايه اجنست درجات الحراره العاليه الموجوده في الهير ستريتنرز المكوى او السشوارز. اشوفكم في فيديو جديد ونصايح اكتر مع دكتوره ساره المهدي. سيو.